ليه كل مرة نفس الشخص بكرر نفس الغلط؟ كل مرة بتخلص على نفس النهاية. زهقت من كل حاجة. أنا مش هرتبط تاني. هاي، أنا أحمد. أنت اسمك إيه؟ وحشتيني. ممكن نتعرف؟ السلام عليكم، صباحكم مساكم فرحة. عمرك وقفت سألت نفسك ليه كل مرة بتختار الشخص الغلط؟ ليه دايما بنقع في نفس الدايرة؟ الحقيقة إن الموضوع مش صدفة تماما، ده ليه أسباب نفسية عميقة جدا. بس الأول تعالوا نعرف إيه اللي بيحصل لنا. الإنسان في العادة بيلجأ للعلاقات التعويضية لما بيكون عنده فراغ أو احتياج نفسي أو عاطفي غير مشبع، فبيحاول يملاه بشخص أو علاقة بديلة. وده ممكن يحصل لعدة أسباب، زي الحرمان العاطفي، لو الشخص كان مفتقد حب، اهتمام، رعاية، حنان أو دعم من أشخاص مهمين في حياته زي الأهل أو الصحاب أو شريك الحياة. في حاجة اسمها نموذج الحب، وده اللي اتزرع فينا من واحنا صغيرين. الإنسان بيتبرمج من طفولته على شكل الحب اللي خده أو فقده، زي معاملة الأهل ليه أو شكل العلاقة بين الآباء. لو نموذج الحب اللي اتربى عليه الطفل من هو صغير كان مليان إهمال، عنف، حب مشروط، الطفل ده بيكبر ويميل لا شعوريا لتكرار نفس النموذج حتى لو كانت العلاقة مؤذية، وده اسمه التعلق اللاواعي بالمألوف. العقل الباطن يا حماسة بيحب الحاجة المألوفة، مش شرط تكون صح. عقلنا الباطن بيدور على الحاجة الأنسب، بيدور على الأمان في الشيء اللي اتعود عليه مش في الحاجة الصح. لو من صغرنا اتعودنا على إهمال، دراما، علاقات مؤذية، هنلاقي نفسنا دايركت بنميل للشخص الغلط لمجرد إن إحساسنا بيه مألوف حتى لو كان بيأذينا. عشان كده كتير مننا بيخش علاقات شبه علاقاتهم السابقة حتى لو متعبة، بس عشان هي مألوفة بالنسبة له. الهروب من الألم، لو الواحد مننا بعد تجربة فشل أو خيانة أو انفصال ممكن يخش علاقة سريعة عشان بس ينسى العلاقة الأولانية أو يعور شعوره بالنقص، وده اللي بيخلينا بعد تالت أسبوع في العلاقة بنحس إن فيها غلط، مش مستريحين، مبقتش أحبه زي الأول، معرفش إيه اللي حببني فيه. بيبقى الانبهار راح، اللهفة بح، ونسأل نفسنا هو أنا إزاي وقعت في الحوار ده؟ الفراغ النفسي أو الملل، أوقات الفراغ الكبيرة أو عدم وجود هدف في حياتنا بيخلي الواحد مننا يدور على بديل خارجي يعوض بيه الشعور الداخلي بالنقص. عشان كده لو نفتكر زمان جملة ممكن نتعرف، وانشغال الناس أول ما عملت أكونت على الفيسبوك إنها تتعرف على بنات أو ولاد، وفي الغالب بعد أول 20 مسج بيسألوا سؤال البشع: هو أنت مرتبط؟ أو أنت حبيتي قبل كده؟ المقارنة والتوازن، ممكن الواحد يحس إن في حد مأثر في حياته إذا كان شريك أو أهل، فيدور على علاقة تانية يعوض بيها النقص اللي جواه، وفي الغالب بيكون بلا وعي من الشخص. حماسة مثلا ميبقاش مراعي إن ليه زوجة مستناه في البيت أو ولاد، وبيشتغل أغلب الوقت أو بيعمل أنشطة خارجية بره، وساب مراته من غير ما يطبطب ويدلع ولا يحضن ولاده. فمن الطبيعي إن الفراغ والهرمونات يخلوها تفكر في بديل، تبدأ تقارن بينها وبين إخواتها أو بينها وبين صاحبتها، وتنجذب لرجالة تانية عشان خاطر أفعال الرجالة تانية جوزها مش بيعملها. واخد بالك يا حماسة؟ والعكس، لو هي مش بتبادل حماسة نفس الشعور هيبص بره مع وجود مغريات، وانت فاهمة بقى. والأبناء برضو طبيعي إن احنا نلاقي في سن مراهقة كمية ارتباطات وانفصال وحب بريء بيتدمر بسبب عدم فهم المشاعر والاحتياج. ممكن ده يتطور لعمل علاقات بس عشان الفرد يحس بيه بالأمان ويشبع نفسه عاطفيا ونفسيا. لا مؤاخذة يا حماسة أو أنت يا بتنجانة، لو أنتوا مش بتحضنوا عيالكم في البيت فطبيعي إن هم يلاقوا الحضن ده بره. العادة أو السلوك المكتسب، في بعض الناس اتعودت اللي هي تملى وقت فراغها بإنها تتعرف على ناس جديدة بدل ما يواجهوا نفسهم ويشتغلوا على مشاعرهم المكسورة، لأ، سايبين العلاقات القديمة بابها مفتوح ومتواربة. تخيلوا معايا لو دخلت علاقة لمدة سنة وانفصلت وكملت حياتي بعدها عادي وتعرفت على حد جديد، والعلاقة انتهت بسبب إحدى الأسباب اللي قلناها قبل كده، وكملت حياتي ومتخطتش، وارتبطت تالت وكملت الحكاية دي كذا مرة، وكررت العلاقة لحد ما بقيت فاكر كل تفصيلة في كل علاقة دخلتها مع كل واحدة فيهم، وعقلي بيتفاعل مع الذكريات دي كلها مرة واحدة، مع إن كل واحدة فيهم عايشة حياتها عادي. فأنا هفضل عايش مع حب وهمي أو يحصل لي انهيار. ده اللي هيحصل لنا لو ما واجهناش اللي فات وما قفلناش الموضوع نهائي وكان ليه نهاية. انخفاض تقدير الذات، لو الشخص بيحاول يثبت لنفسه إن هو مرغوب أو محبوب عن طريق أي علاقة حتى لو مش حقيقية أو عميقة، بس يحس إن اللي قدامه عايزه ويفرح بكلمة وحشتني أو كنت على بالي، وده بيشبه غروره الذاتي وبيخليه يكمل في علاقة مؤذية وفي أغلب الحالات بيكون بدون وعي. نقص التقدير الذاتي بيساوي اختيارات غلط، لو الواحد مننا مش شايف نفسه قيمة أو مش واثق في نفسه
بيقبل بأقل من اللي يستحقه. ومن هنا الواحد بيخش أي علاقة تعويضية لمجرد إن لقى حد قبله، مش لأنه مناسب فعلا. تقدير الذات المنخفض دوت بيخلي الواحد يسعى للعاطفة بأي تمن، عقلنا هيدور على حد يثبت لنا ده. هتلاقي نفسك بتخش في علاقات تخليك تحس إنك لازم تبذلي مجهود أكتر عشان تتحبي، وده فخ نفسي كبير جدا. وجع بطنك مع تنميل جسمك مع إفراز الدوبامين بتروحي فيها. العلاقة التعويضية ساعات تبقى مبنية على الإثارة اللحظية اللي بتحصل لنا مع وجود الشغف أو هروب أو اندفاع. هرمونات زي الادرينالين او الدوبامين بتدي نشوة وقتية تخلي الشخص يحس انه لقى الحل ولقى نص التاني، بس بعدين هيلاقي ان العلاقة دي علاقة سطحية جدا مفيش فيها اي مشاعر، مبنية على هروب او اندفاع مش اساس سليم. جوانا حبة حاجات بتخلينا نندفع ان احنا نختار الحاجة الغلط. العلاقات اللي فيها بعد، قرب، توتر، اندفاع، تجاهل مفاجئ، فممكن نلاقي نفسنا بنتعلق بالشخص اللي بيعاملنا ببرود او تجاهل ونفتكر ان ده حب او تقل، بس في الحقيقة هو مجرد تلاعب بمشاعرنا. طب لو وقعنا في فخ العلاقات التعويضية ايه الحل؟ هنسأل نفسنا الأول، لو أنا داخل العلاقة، لو أنا جواها، هسأل نفسي أنا داخل العلاقة دي عن حب ولا بعوض بيها حاجة تانية؟ مجرد إدراكنا للسبب ده بيقتل التعلق التعويضي، وبعدها لازم نعالج الجرح الأساسي. لو في إهمال، فقدان، خذلان من الأهل أو من الشريك سابق، لازم نتعامل مع المشاعر دي سواء بالكلام عنها أو الكتابة أو علاج نفسي مع ثيرابيست. الحل مش في الهروب او ان اتخطى مع حد تاني، الحل في مواجهة الألم عشان يبطل يوجعنا. تاني حاجة في العلاج وهي رفع تقدير الذات. اعرف قيمتك بعيدا عن اي علاقة، مثلا مارس أنشطة تثبت لك ان انت كفاية لوحدك، مارس هواية او روح الجيم، تعلم او رياضة او اي انجاز صغير. انا كويس ليا وناجح ليا وعايش عشانه وعشان الناس اللي بيحبوني بجد وبحبهم. ربنا خلقني انا وهيحاسبني انا، حسناتي وسيئاتي عليا انا. طبيعي اننا بنتشارك في الحياة، لكن انت نفسك وانا نفسي. تالت حاجة لازم نملأ أوقات فراغنا بأنشطة صحية، بدل ما نملاها بعلاقات مؤقتة نملاها بحاجات تنمي نفسنا، إذا كان شغل أو إذا كان هواية، صداقات صحية، أو نتطوع في أماكن اجتماعية. 4 لازم نتعود على الوحدة. اتعود تكون مرتاح مع نفسك، الوحدة مش عدو، دي فرصة تعرف بيها ذاتك أكتر. 5 هو العلاج النفسي لو إحنا محتاجينه. أوقات العلاقات التعويضية بتكون مرتبطة بجروح قديمة زي تعلق، قلق، أو فقدان في الطفولة. ساعتها العلاج النفسي بيكون هو الحل الأخير لينا. لازم نختار علاقاتنا عن وعي. لو هتخش علاقة جديدة فلازم تكون واعي جدا لاختيارك. لو أنا خارج من علاقة قديمة فلازم أستنى على نفسي أقل ما فيها 6 أشهر عشان أقدر أتعافى من جوايا. لما نحس إن إحنا متوازنين من جوا، ساعتها قراراتنا في اختيار علاقة جديدة هتكون أصح وأنضج ومبنية على حب حقيقي. بس كده خلصنا. في حاجات تهمك وتهمك في الحلقات الجايه، فما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل ابحاثنا الجايه. ورب مبسوطين على طول وموتكم لذيذ وايامكم كلها فرحه. كيب سمايلون واشوفكم في بحث جديد.